السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غادي نكمل معكم هذا الكول هذا بعد ما وصلنا للجزء الثاني. الآن غادي نبداو إن شاء الله في الجزء الثالث اللي غادي توضح فيه الزواقة وغادي تجي تعطي الشكل النهائي ديالها. غير من هذا السطر هذا غتولي توضح لكم مزيان. كما كتلاحظوا البنات هاد الزواقة هذه راني درتها على وجه الثوب، خدمناها على الظهر باش نلصقوها بالابره والخيط. فاش غادي نكملوا ان شاء الله غادي نشارك معكم جميع المراحل بالتفصيل باش الاخوات المبتدئات يفهموا كيفاش يتعاملوا مع هذا الكول الدائري. غنقرب لكم اكثر باش تشوفوا. الان البنات بعد ما وصلنا لاخر غرزه حشو كيف العاده كنخليوها ما كنخدموهاش دائما، كنخليوها ديما كنخدموهاش. هذه نتمنى انها تكون واضحه. كنديروا سلسلتين، كنوي الخيط على الكروشي، كنمشي لهاد السلسلتين هادو اللي درنا البنات في السطر السابق، كندير فيهم جوج ديال الاعمده في نفس السلاسل، يعني دوك جوج سلاسل كنديروا فيهم جوج ديال الاعمده في نفس المكان. كنوي الخيط على الكروشي وكنمشي مباشره فوق العمود الاول كنديروا عمود، فوق العمود الثاني نديروا عمود ثاني، وحنا غاديين فوق كل عمود عمود حتى كنلقاو 18 عمود. علاش البنات 18؟ حيت خدمنا في الاول 14 وزدنا جوج في دوك جوج سلاسل اللي من هنا، وغادي نزيدو جوج في السلاسل الاخرى في الجهه اليمنى او اليسرى عفوا، وصافي كل سطر كيتزادوا لينا 4 ديال الاعمده. عندنا 14 غتولي 18 تولي 22، وحنا غاديين دائما هنايا كيتزادوا لينا الاعمده. هنايا كنديروا فوق كل عمود عمود، يعني كل عمود كنردوه لبلاصتو، وفي دوك جوج سلاسل اللي في الجانب هما فاش كنديروا جوج ديال الاعمده نفس المكان. وبغيتو تحسبوا البنات حسبوا باش ما تغلطوش، حسبوا الا كنتم مبتدئات حسبوا من الافضل. في السطر الاول كتكون عندكم 18، الان فات جوج سلاسل كنديروا عمودين باش نديروا 18 عمود. هنايا في هذه الجهه هذه راه فيها 18 عمود، عندها جوج من هنايا وجوج من هنايا و14 فوق الاعمده اللي راهم في السطر السابق. هنايا البنات هذا الشكل هذا ديال الغرز الحشو كينقصوا باش يوليو لينا على شكل مثلث، وبالنسبه لهاد الاعمده كيوسعوا يعني كيوليو يتزادوا باش يوليو لينا على شكل مروحه. كنخليو واحد الغرزه كنمشيو لثاني غرزه وكنديروا غرزه حشو، وكنبقاو غاديين بنفس الطريقه فوق كل غرزه حشو غرزه حشو اخرى، فوق كل غرزه حشو غرزه حشو. هنايا ما كتغيرش الخدمه، غير كنقصوا في عدد غرز الحشو. في كل سطر كنقصوا وحده من هنا وحده من هنا باش هاد غرز الحشو هادو بقاو يطلعوا لينا على شكل مثلث، يعني غاديين في شكل يعني في الشكل كينقصوا يعني تناقصيا، هما غاديين تناقصيا وهنايا غاديين بالتزايد. الاعمده غاديين تزايديا وغرز حشو غاديين تناقصيا. غادي ندير جوج سلاسل، كنمشي لهاد جوج سلاسل هادو وكندير جوج ديال الاعمده. هنايا راه كتزايدوا لينا الاعمده كما قلت لكم، يعني هنايا غاديين وكيتزادوا عندنا 14 عمود، كنزيدوا جوج من هنايا وجوج من هنايا كيوليو عندنا 18 عمود. غنستمر بنفس الطريقه حتى نرجع لنفس المكان ونعاود نفس الطريقه حتى ندير جميع الادوار حتى يتلاقى لي هاد غرز الحشو في غرزه واحده، وهاد الاعمده غيوليو يتزادوا لينا حتى يعطيونا الشكل نصف دائره او شكل مروحه. غادي نكمل هاد الدورات هادو ونرجع معكم. بعد ما كملت هاد الدورات كامله ورجعت معكم البنات، هذا هو الشكل ديال هاد المروحه هذه اللي خدمت معكم. جات على هذا الشكل هذا. نتمنى ان هذا الشكل ينال الاعجاب ديالكم. تقدروا ديروا حتى في نصف طوق راه كيجي رائع، وايضا هنايا في كول دائري جا رائع ايضا. سبق لي وحطيت هاد الزواقه من قبل البنات ودرت غير السعره ديال البيجامه ديالها،
وكنت كنتسنى تجيني الفرصة انني نعاود نخدمها في شي حاجة. حتى دابا عاد كتابة البنات انا نزلت لكم الاجزاء ديال هاد الزواقه. هذه زواقه حصريه على قناتي، نتمنى انها تعجبكم. المهم البنات بعد ما خدمت هاد كملت هاد السطوره هادو، رجعت هنايا كنخدم غرز الحشو. غرز الحشو شنو هي الفائده فيهم البنات؟ هي اننا كنثبتوا بهم كنديروا الساس ديال واحد الزواقه اخرى غادي نديروها من الفوق، يعني الضرس ديال البنت كنديروه من الفوق. وايضا عندها دور مهم، هي انها كتساعدنا تكي هاد الخدمه هذه كتجينا بحال الا صلحناها، يعني كتشد بلاصتها ملي كنخدموا هاد غرز الحشو. شوفوا هاد الجهه البنات اللي مازال ما خدمتش فيها غرز الحشو، شوفوا كي جات، راه بقات الزواقه واقفه، واخا كملات الزواقه بقات واقفه. وهاد الجهه اللي درت فيها غرز الحشو راه كتجي كتساعدنا اننا نثبتوها بالابره والخيط على هاد الشكل هذا البنات. شوفوا الزواقه هي راجعه لي الوجه ديال الثوب، شاده بلاصتها قبل ما نصلحها. الان غادي نكمل بغرز الحشو حتى نكمل هاد الدوره كامله. لاحظوا البنات فين غادي ندير غرز الحشو، كنخدموا ما بين كل غرزه وغرزه. دائما كنبداو من المنتصف ديال دوره العنق. وبالنسبه لغرز الحشو نتمنى ان هاد الفراغات يبانوا لكم. كنديروا ما بين كل غرزه وغرزه كنعاودوا نديروا غرزه حشو باش نديروا الساس ديال الضرس الاخر اللي غادي نديروا هنايا في الدوره ديال العنق. وايضا غادي تساعدنا ان هاد الزواقه ديالنا تشد بلاصتها وترجع لينا للوجه ديال الثوب باش نشدوها بالابره والخيط. دائما غرزه حشو ما بين غرزه حشو وغرزه حشو كنديروا عاود غرزه حشو. نتمنى ان هاد الفراغات يبانوا لكم هنايا فين كنديروا غرز الحشو. وغادي نستمر بنفس الطريقه حتى ندير الدوره كامله ونرجع لنفس المكان اللي هو الخلف ديال الظهر، يعني في الدوره ديال العنق المنتصف ديال الكتف. وغادي نخدم غنمشي بنفس الطريقه، يعني غرز الحشو نخدمهم كاملين في هذه الدوره كامله ونرجع معكم. بعد ما كملت الدورة كاملة وصافي وصلت يعني مكان الانطلاق، غادي نسد بمنزلقة وغادي ندير الضريس ديال المتكي. بما انني درتو هنايا الاسفل غادي نديرو ايضا في الاعلى. هانتوما كتلاحظوا راني درتو لتحت، يعني غادي نديرو حتى هو الفوق باش يزيد واحد الجماليه لهذا الكول هذا. وغادي نكون صافي وصلت للنهايه ديال هذا الموديل هذا. ما بقى لي الا نلصقو بالابره والخيط من بعد ما غنكمل هذا الريس ديال الفوق. ونخدم ايضا الكمام، وراني درت ليها حتى الفتاحي، درت لها دوك جوج فتحات في الجناب. وغادي نكونوا كملنا البيجامه ديالنا. المهم غادي نسد بمنزلقه بالشكل هذا، دائما كنسدو بمنزلقه. وغادي نرتفع بثلاث سلاسل، غنرتفع بثلاث سلاسل. وغادي نحسب واحد جوج ونمشي. غادي نخلي واحد الغرزه، ثاني غرزه، ثالث غرزه غادي ندير فيها غرزه حشو. غنرتفع ايضا بثلاث سلاسل، نغلوي الخيط على الكروشي وغادي نرجع لتحت هاد ثلاثه السلاسل اللي درت. وغادي نخدم العمود الاول ثم العمود الثاني ثم العمود الثالث ثم العمود الرابع. تقدروا تخدموا غير 3 ديال الاعمده، تقدروا تخدموا 4، تقدروا تخمسوا 5 لكم تخدموا 5 لكم الاختيار. كنخلي واحد جوج ثالث غرزه وكندير غرزه حشو وكنرتفع ايضا بثلاث سلاسل. كنلوي الخيط على الكروشي، كنرجع لتحت هذا العمود هذا اللي لتحت هذا العمود اللي قبل ما ندير غرزه حشو مشيت بمسافه يعني بقياس العمود. ثم فين غادي ندير هذا العمود الاول ثم العمود الثاني ثم العمود الثالث بنفس الطريقه. درت 4 الاعمده نبقى غادا بهم، درت 5 نبقى غادا بهم.
داكشي اللي درت نبقى محتفظة على نفس العدد حتى نكمل الخدمة ديالي باش يجيني الضرس مقاد، ما يجيش واحد كبير واحد صغير. كندير ايضا 3 سلاسل، كنلوي الخيط على الكروشي وكنمشي لتحت داك العمود وغادي ندير العمود الاول ثم العمود الثاني ثم العمود الثالث ثم العمود الرابع، وغادي نخلي واحد فراغ جوج. ثالث غرزة غادي ندير فيها غرزة حشو، وغنستمر بنفس الطريقة حتى نكمل ونرجع لنفس المكان، وغادي نكون كملت الطوق ديالي. ما بقى لي غير نلصقو بالابره والخيط، ومن طبيعه الحال غادي نلصقو بالصابره اللي هي لون باش خدمت باش ما يبانوليش دوك الخياطه نهائيا. غنبقى نمشي بنفس يعني كنمشي نضرب في الراس ديال داك الدريس، نعاود نمشي للراس الاخر، وانا غادا بنفس الطريقه حتى ندور على الكول ديالي. كنظن ان الطريقه ديال التلصاق او الخياطه راها سهله، كل وحده كدير على حسب شنو بغات. المهم هذا هو الشكل النهائي ديال هذا الدريس هذا اللي خدمت معكم، راني مازال ما صلحتوش. دمتم في رعايه الله، الى فيديو اخر.